تمخض منه هذا الحوار هو إعطاء صلاحيات أكثر للشعب للمجلس. ليش؟ لأن المجلس يمثل الشعب. الآن الناس تفكر أن بما أن مجلس الشورى هو مجلس معين سعادة الدكتور، فبالتالي أي قرار يطلع مجلس الشورى كأنهم يفكرون أن هذا يعكس القيادة ويعكس نظرة الحكومة في ذلك. وقد يعتقد البعض أن هذه النظرة لا تعكس نظرة الشعب، بالتالي أعطيت صلاحيات إلى الشعب على مجلس النواب. حتى يعني لأول مرة واقعا في مجلس النواب نحن نقر الموافقة على برنامج الحكومة، وهو لم يكن سابقا في تاريخ المجلس النيابي منذ أن بدأ المجلس النيابي في السلطة التشريعية. الآن هذه الصلاحية لما نتكلم عن برنامج عمل حكومي، بمعنى أن كل البرامج التي تقودها السلطة التنفيذية موجودة في هذا البرنامج. ومن الذي يقر عليه؟ مجلس النواب. مجلس النواب يمثل من؟ يمثل الشعب. بالتالي الآن أصبح الفكرة أن يعني لذلك أعطيت الصلاحيات لمجلس النواب، حتى لا يقال بأي أي أحد يفكر أن مجلس الشورى هم الذين يتدخلون ويفكرون ويقترحون اقتراحات لا تمس الشعب في شيء. بالعكس، الآن احنا نمثل الشعب واحنا جينا بالانتخاب الحر. الآن لما احنا نقترح مثلا اقتراح برغبة داخل المجلس، فإننا نعكس اقتراحات الشعب داخل المجلس. عندما نسأل سؤال إلى وزير أحد الوزراء، نحن نعكس رغبة أيضا الشعب بأن نحن نسأل، وهكذا. نعم، أي أن نعتبر أن يعني هذه التعديلات أعطت دورا أكبر لمجلس النواب ونظمت عملية استجوابات الوزير. كيف تنعكس هذه على العملية الديمقراطية والتجربة البرلمانية في مملكة البحرين؟ أنا واقعا أعتبرها من أفضل التجارب الديمقراطية الموجودة على مستوى الدول. ليس الدول الخليجية أو الدول العربية، ولكننا نتكلم عن الدول حتى الدولية، الدول المتقدمة. ليش؟ لأن الآن النائب واقعا يتكلم بلسان الشعب وعنده حرية التعبير داخل مجلس الشعب. قد يكون هناك بعض العراقيل، يعني حتى أكون بعد واضحة، من تحقيق بعض هذه الرغبات بسبب مثلا الميزانية أو بسبب مثلا لأي سبب آخر، ولكن صوت الشعب يصل من خلال